محمد متولي الشعراوي، والتي خرجت من منزله بقرية دقدوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ثم توجهت إلى المسجد الذي بناه الشيخ الشعراوي وأهداه لوزارة الأوقاف من أمواله الخاصة. وقد أما الصلاة على جثمان الفقيد التي شارك فيها آلاف المواطنين الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. ثم توجه الجثمان من المسجد إلى المقبرة التي بنيت خصيصا للشيخ الشعراوي خلال اليومين الماضيين خلف المجمع الإسلامي الطبي الذي بناه الفقيد. وكان على رأس المشيعين اللواء فخر الدين خالد محافظ الدقهلية مندوبا عن رئيس الجمهورية، ودكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، ودكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر، وعدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف وممثلو الكنيسة في الدقهلية وميت غمر. وقد خرجت مدينة ميت غمر وقرية دقدوس عن بكرة أبيها لتوديع فضيلة الشيخ الشعراوي، حيث بلغ عدد المشيعين أكثر من 1,000,000 مواطن من أهالي المنطقة، كما أغلقت المحال أبوابها للمشاركة في تشييع الجنازة. ونظرا لشدة الزحام فقد قدموا الصلاة على الفقيد بدلا من الانتظار حتى موعد صلاة العصر. وقد استغرق تشييع الجنازة مسافة حوالي 200 متر من المسجد حتى مثواه الأخير، استغرقت أكثر من 45 دقيقة، حيث امتلأ المسجد عن آخره قبل الصلاة بساعتين. هذا وقد دعا الرئيس محمد حسني مبارك إلى الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية الداعية الإسلامي الكبير والعالم الجليل فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي وافته المنية صباح اليوم. وجاء في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم أن الفقيد رحمه الله قدم للإسلام والمسلمين عطاء زاخرا من علمه النافع طوال حياته التي وهبها لإعلاء كلمة الله وشرح مفاهيم الإسلام الصحيحة بأسلوبه المتفرد الذي اجتذب قلوب مئات الملايين في شتى بقاع الأرض. هذا وقد نعى الأزهر الشريف شيوخه وعلماؤه وطلابه إلى الأمة الإسلامية وإلى الإنسانية علما من أعلام الإسلام وعالما من علماء الأزهر الشريف، قلما يجود الزمان بمثله ملأ علمه مشارق الأرض ومغاربها. كما نعى مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى ووزارة الأوقاف فقيد العالم الإسلامي الشيخ محمد متولي الشعراوي.